كل إنسان طيب بينجرح بالأخير. كنت فكر القصص تختصر. الشخص الطيب على طول بينأذى والله. هاد كان تعليق محمود ماهر بعد ما سئل عن بيسان إسماعيل. ماذا لو عاد معتذرا؟ بس انت راح ما انتبهت. محمود ماهر رجع للواجهة بقوة بعد المقابلة اللي عملها على قناة رؤيا، مقابلة لأول مرة بيقرر فيها يحكي بصراحة عن أهم مرحلة مر فيها علاقته السابقة ببيسان إسماعيل. من أول لحظة دخل على الاستوديو كان واضح أنه حامل وجع قديم، بس بنفس الوقت عنده قرار أنه يحكي ولو شوي. المذيعة سألته عن تجربته مع بيسان وكيف انتهت علاقتهم اللي كانت شايفينها الناس علاقة حلوة ومليانة انسجام. محمود تنفس وبلش يحكي بنبرة هادية. الإنسان بيمر بتجارب كتيرة وبيتعلم، وبالنهاية بيتعلم من أغلاطه. بس السؤال اللي طرحه الكل: محمود انجرحت؟ كنت بتوقع اللي صار. وهون محمود ما لف ولا دار، قال كلمة صدمت كتير عالم: كل إنسان طيب بينجرح بالأخير، وأنا انجرحت. قسم كبير تعاطف معه بشكل كتير كبير، قسم لام بيسام، وقسم قال أنها كانت الغلط، وفي ناس قالت أنه ببساطة مو مكتوب بيناتهم. قد ما كانت جميلة انتهت بطريقة ما كانت مرضية للطرفين. محمود ما دخل بتفاصيل وما وجه اتهام، بس كلماته الصغيرة كانت كافية تفتح آلاف التحليلات. بس السؤال اللي بعده عالق براس المتابعين: هل فعلا انتهت قصتهم نهائيا، ولا في وجع ما بيتنسى مهما مر الوقت؟